السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي نحل سؤال المحادثة. والناس اللي عندها مشكلة في تكوين السؤال ان شاء الله مع بعض هتبقى الموضوع سهل ومفيش اسهل من كده. ركز معاه للنهاية وخليك معاه في الفيديو للآخر عشان مش هتغلط في السؤال ده تاني ان شاء الله. بصوا يا شباب، احنا اول حاجة في سؤال المحادثة هو بيديك اجابة وعايز حضرتك تعمل عليها سؤال. لازم الأول تكون عارف إن السؤال في الإنجليزي نوعين، وهما النوعين دول يا شباب: سؤال بيبدأ بفعل مساعد أو فعل ناقص. طب إيه هي الأفعال المساعدة؟ تعال أفكرك. الأفعال المساعدة دي يا شباب عبارة عن verb to be. verb to be ده اللي هو يا am يا is يا are يا was يا were. هذا أول فعل مساعد عندنا اسمه verb to be. تاني فعل مساعد معانا اسمه verb to do. verb to do ده يا شباب في المضارع عبارة عن do و does، والماضي هيبقى did. طيب تالت فعل مساعد عندنا اسمه verb to have. have ده يا شباب عبارة عن have أو has أو had. وممكن السؤال بتاعنا يبدأ بفعل ناقص. الفعل الناقص بيحل محل الفعل المساعد في السؤال عادي ويبقى معناه برضو هل. ايه الأفعال الناقصة دي؟ زي كلمة will، زي can، زي should، زي must. دي بنسميها يا شباب أفعال ايه؟ أفعال ناقصة. مش هو ده موضوعي خالص دلوقتي، أنا جاي لك بطريقة سهلة جدا جدا. لو ركزت فيها وقعدت تلخصها بنفس الطريقة اللي أنا عاملها عمرك ما هتغلط في سؤال المحادثة نهائي، سواء أنت طالب أولى تانية تالتة ثانوي أزهري أو أولى تانية تالتة إعدادي عام أو أزهري طبعا. يبقى احنا اتفقنا ان احنا عندنا نوعين من السؤال: سؤال بيبدأ بفعل مساعد او ناقص ومعناه هل، وبستخدم كلمة يس او كلمة نو في الاجابة عليه. طب تاني نوع من الاسئلة السؤال بيبدأ بكلمة استفهام، وده هنعمل له فيديو تاني لوحده بعد ما هنعرض كلمات الاستفهام اللي معظم الشباب بتبقى مش حافظاها وبتبقى هي دي المشكلة. يبقى احنا النهارده يا شباب هنستخدم او هنشتغل على النوع الاولاني من السؤال، السؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد او فعل ناقص. وانا قلت لك من شويه الافعال المساعده اللي هي verb to be، verb to do، verb to have. الافعال الناقصه زي will، زي can، زي should، زي must، زي حاجات كتير. قلنا الاسئله دي معناها هل وبنجاوب عليها بكلمه yes او كلمه no. تعالوا نشوف السؤال الاولاني. عندك هنا محادثه ما بين A و B. A و B. A سأل B سؤال، فبي رد عليه قال له yes she comes from Spain. أيوة هي من إيطاليا أو هي تأتي من أسبانيا، قصد هي تأتي من أسبانيا. هتعمل إيه حضرتك أول ما تشوف السؤال بالطريقة دي أو مديك هو الإجابة بالطريقة دي؟ ركز يا بطل. أول حاجة حضرتك هتعملها لو الإجابة بتبدأ بكلمة yes أو كلمة no هتحذفها. طب يا مستر أنا جيت على yes ونو أو كلمة yes وقمت حذفها حذفتها. هتشيل يس دي كلمة هتحط مكانها كلمة واحدة بس. هو ده المطلوب؟ هتشيل كلمة وتحط كلمة. طب ايه يا مستر الكلمة اللي هحطها؟ الكلمة اللي هتحطها حضرتك اسمها فعل مساعد. نرفع بس الخط شوية. الكلمة اللي هتحطها اسمها فاعل مساعد. يبقى احنا قلنا هنشيل كلمة يس وهنحط مكانها فعل مساعد. طب وبعد الفعل المساعد يا حبايبي حضرتك هتطلع باقي الجملة زي ما هي. هتطلع شي اللي هو الفاعل، وهيقابلك comes هتحط الفعل مع التعديل طبعا، وبعد كده هتحط باقي الجملة اللي موجودة تحت. يبقى انت لما تيجي تبص كده على اللي انت عملته، انت كل اللي انت عملته حذفت كلمة yes. شلنا كلمة وحطينا كلمة. الكلمة دي سميناها فعل مساعد. الفعل المساعد يا حبايبي لما بيجي في أول السؤال بيبقى معناه بالعربي هل. طب وبعد ما شلنا يس وحطينا الفعل المساعد هتطلع كل حاجة زي ما هي. طلع شي، طلع الفعل، طلع from، هتطلع سبين بنفس الترتيب ما تغيرش. يبقى احنا شلنا كلمة وحطينا كلمة، هنشيل كلمة ونحط كلمة. ايه الأزمة بقى؟ ايه المشكلة اللي بتقابل معظم الطلبة؟ ان هو مش عارف يجيب الفعل المساعد. افعال مساعده كتير جدا. طب يا مستر احط انهي فعل مساعد؟ احط دو ولا داز ولا ديد ولا ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير ولا ويل ولا كان ولا مي ولا شوت؟ كتير.
هحط انهي ازاي؟ بص يا بطل وربنا الموضوع تافه، بس ركز معايا. انت قلت لي يا مستر هتحذف كلمة يس وتحط فعل مساعد، صح؟ طيب ما تيجي نقرا كده، هي اول كلمة دي اسمها ايه؟ ايوه، اول كلمة دي اسمها فعل، صح؟ يبقى حضرتك هتجيب الفعل المساعد ده اهو من الفعل. شو اسمه فعل؟ ما ينفعش اروح اجيبه من الفاعل، ولا هجيبه من حرف الجر، ولا هجيبه من المكان. امال هجيبه منين؟ من الفعل. الفعل يا حبايبي هو تاني ركن من اركان الجملة، لان الجملة في الانجليزي بتبدأ بالفاعل وبعد الفاعل عندي الفعل. يبقى الفعل هنا تاني ركن من اركان الجملة. يبقى انت قلت لي يا مستر طالما حضرتك هتجيب فعل مساعد يبقى لازم اجيبه منين؟ من الفعل. هي دي التركايه. انا بقى لخصت لك موضوع الفعل ده بدل ما اقعد اقول لك مضارع بسيط وماضي بسيط ومضارع مستمر وماضي مستمر ومضارع تام وماضي تام ومستقبل بسيط ومستقبل الموضوع تافه. هنيجي للافعال دي يا شباب هنقسمها لنوعين اتنين بس. هنسميه يا اما فعل فقير يا اما فعل غني. شايف الراجل اللي قاعد بيولول ده وبينضب حظه في الدنيا اهو؟ هنسميه فعل ايه؟ فعل فقير. طب الراجل اللي الدولارات عماله بتطير من حواليه ده هنسميه الفعل الايه؟ الفعل الغني. تعالوا بقى علشان ما نتلخبطش نشتغل على الفعل الفقير الاول ونفهمه كويس قوي، وبعد كده نشتغل على الفعل الايه؟ الغني. طب هو الفعل الفقير ده يا مستر اللي قاعد بينضب حظه ده ليه اتسمى فعل فقير؟ هقول لك يا بطل. اول حاجه الفعل الفقير ده بيتكون من كلمه واحده. كلمه واحده زي play مثلا، زي went، زي traveled، زي buy، زي visited. دي افعال بتتكون من كلمه ايه؟ واحده. فعشان كده سميناها فعل ايه؟ فقير. طب ايه تاني يا مستر؟ اتسمى فعل فقير عشان ما معهوش فعل مساعد. عشان ما معهوش فعل مساعد. يبقى حضرتك كده هتحفظ وتلخص مع نفسك ان الافعال في الانجليزي نوعين، سيبك من الازمنه، يا اما فعل فقير يا اما فعل غني. طب هو الفعل الفقير عرفناه انه بيتكون من كلمه واحده. طب ليه اتسمى فقير؟ لانه بيجي بدون فعل مساعد، ما معهوش فعل مساعد، فعشان كده فقير. ما معهوش فعل مساعد. يبقى احنا كده عرفنا ايه سبب تسميته بالفعل الفقير، ان هو ما معهوش فعل مساعد. طب يا مستر انا كده عندي مشكلة، ده الفعل الفقير يأتي بدون فعل مساعد، وحضرتك قلت لي فوق ان السؤال بهل لازم يبدأ بالفعل المساعد، صح؟ طب ده فقير يا مستر وما معهوش، هنعمل ايه؟ هنضطر نستلف. الفقير بيستلف. طب يا مستر هنستلف منين؟ تعال بص كده يا بطل. هنستلف من البنك. البنك بتاعنا هنا مفيش فيه جنيهات ولا فيه دولارات ولا فيه فلوس. امال البنك بتاعنا ده فيه يا مستر؟ البنك بتاعنا ده بنك تسليف للافعال المساعده. بنك تسليف للافعال الايه؟ المساعده. طب عندي كم فعل مساعد في البنك يا مستر اقدر استلفه؟ عندك do وdoes ودid. عندك do وdoes ودid. يبقى انا كده بقيت فاهم لو الفعل اللي عندي في الاجابه فعل فقير، يعني فقير بيتكون من كلمه واحده زي كلمه comes، ده فقير لانه بيتكون من كلمه واحده وياتي بدون فعل مساعد. طب هضطر طالما هو ما معهوش هضطر اعمل ايه؟ هروح استلف له منين يا شباب؟ من البنك. وقلنا ان البنك بتاعنا ما فيش فيه فلوس، ده بنك تسليف للافعال المساعده. في كم فعل مساعد؟ يا دو يا داز يا ديد. طب يا مستر انا هختار ما بين الثلاثه دول ازاي؟ بص يا بطل، لو فعل الاجابه، مش دي الاجابه بتاعتنا، لو فعل الاجابه ده هو مصدر، لو كان كم حضرتك هتروح تستلف دو. لو فعل الاجابه مصدر هتستلف دو. طب لو فعل الإجابة يا مستر كان فيه اس، حضرتك هتروح تستلف من البنك كلمة does. تعال بص كده، comes فيها اس، يبقى حضرتك هتروح تستلف كلمة does. طب نفترض ان فعل الإجابة تصريف تاني، كانت came، كانت traveled، كانت visited، حضرتك هتروح تستلف كلمة did. يبقى كده الموضوع تافه وربنا كده الموضوع اتحل خلاص. هي دي الأزمة كلها في تكوين السؤال. يبقى انت اول حاجه تحدد لي نوع الفعل، هو فقير ولا غني. طب انا لسه ما تعرفتش على الغني، سيبه دلوقتي. احنا اتعرفنا على الفعل الفقير، قلنا بيتكون من كلمه واحده ياتي بدون فعل مساعد، وقلنا السؤال بتاعي لازم يبدا بفعل مساعد. طب هضطر اعمل ايه؟ هضطر اروح للبنك. قلنا البنك فيه يا دو يا داز يا ديد. لو الفعل اللي في الاجابه عندك مصدر هتروح تستلف دو. لو الفعل الإجابة عندك بإس هتروح تستلف does. لو الفعل الإجابة عندك تصريف تاني هتروح تستلف did.
سهلة كده؟ تعال نشوف بقى شوية أمثلة كده ونشوف نحاول نشتغل عليها. أول جملة عندنا يا شباب بقول لك yes he lives in زاجازي. اتفقنا يا حبايبي هنحذف كلمة ونحط كلمة. هنحذف كلمة yes، شيلناها اهو. أول حاجة حضرتك لازم تكون عارف إن إحنا دلوقتي بنحل على الأزمنة الإيه؟ الفقيرة. يبقى معنى كده قلنا إن الفقير بضطر أروح أستلف منين؟ من البنك. أنا هستلف يا دو يا داز يا ديد. هنستلف يا دو يا داز يا ديد. هنستلف تاني يا شباب يا دو يا داز يا ديد. يا دو يا داز يا ديد. امتى هستلف دو؟ قلنا يا حبايبي لو فعل الإجابة ده هو مصدر. لو فعل الإجابة مصدر هروح استلف دو. طب لو فعل الإجابة بإس هروح استلف داز. طب لو فعل الإجابة تصريف تاني هروح استلف ديد. تعال بقى بص كده، احنا حذفنا يا مستر كده كلمة يس، تمام؟ هاجي ابص على الفعل. الفعل هو تاني ركن من أركان الجملة، يبقى هو كلمة lives. خليك فاكر الفعل هو تاني ركن من أركان الجملة lives. الفعل هنا بإيه؟ هل الفعل ده مصدر؟ lives ده مصدر؟ لا. طب lives ده الفعل بإس؟ يبقى اروح استلف كلمة does. هحطها مكان كلمة yes بس. بقى does he. طب هسيبها lives؟ لا، هتبقى does he live in زقازيق. هل هو يعيش في الزقازيق؟ يبقى احنا كل اللي احنا عملناه حبايبي حذفنا كلمة يس ورحت استلفت من البنك كلمة ايه؟ does. طب اشمعنى does؟ لان الفعل هنا بإس. يبقى هنكتبها كده يا شباب، وطالما رحت للبنك لازم ارجع الفعل لمصدره، خليك فاكر. يبقى انا هشيل كلمة يس واحط مكانها does. قابلتني هي رحت مطلع هي. قلت لي يا مستر طالما رحت للبنك لازم ارجع الفعل لمصدره، هتبقى live in زقازيق. سهلة؟ يلا يا بطل على اللي بعده. هنحذف كلمة يس، هنشيل كلمة ونحط كلمة. حذفت يس، هروح احدد الفعل الموجود عندي في الجملة. الفعل هنا اسمه ريدز. قلنا الفعل هو تاني ركن من الجملة. تاني ركن، ده الركن الاول، ده الركن التاني. هحدد نوع الفعل ده فقير، صح؟ فقير لانه بيتكون من كلمة واحدة وجاي بدون فعل مساعد. يبقى انا مضطر اروح للبنك. البنك ده قلنا فيه يا دو يا داز يا ديد. امتى اروح لدو؟ لو فعل الاجابه مصدر. هل ده مصدر؟ لا. امتى اروح لداز؟ لو فعل الاجابه باس. هل ده في اس؟ ايوه يا مستر ده ريدز اهو. يبقى حضرتك هتشيل كلمه يس وتقوم حاطط مكانها كلمه داز، واطلع حنين زي ما هي. هكتب بنفس الترتيب. واتفقنا طالما رحت للبنك لازم ارجع الفعل لاصله او لمصدره. داز حنين ريد بوك. فيها مشكله كده؟ مفيش مشكله. تعال للسؤال اللي بعده. yes this boy، ده الركن الأول. هحذف كلمة yes، هروح للركن التاني في الجملة هي كلمة rights. rights الفعل ده مصدر ولا بإس ولا تصريف تاني؟ rights ده فعل بإس، يبقى حضرتك هتروح تستلف من البنك كلمة does. تبقى does وهكتب الجملة زي ما هي does this boy. وقلنا طالما رحت للبنك واستلفت منه لازم ارجع الفعل لأصله. هتبقى does this boy write stories. تعال على الجملة اللي بعدها. هنحذف كلمة yes. هروح لتاني ركن في الجملة اللي هي كلمة cook. هل كوك ده فعل في المصدر؟ الفعل سادة، مصدر يعني فعل سادة بدون اضافات. يبقى اروح استلف له من البنك كلمة ايه يا شباب؟ هروح استلف له دو. احذف كلمة yes واقوم حاطط دو واكمل باقي الجملة. do the girls cook food. خد بالك عشان في ناس بتغلط وتروح كلمة جيرلز، واللي ما جيرلز فيها اس اروح لداز. يا ابني جيرلز ده الاسم، انا بروح للفعل. تاني ركن في الجملة هو الفعل اللي هي كوك. كوك هنا فعل مصدر. طب تعال نشوف الجملة رقم 5. هنحذف كلمة يس. فين تاني ركن في الجملة؟ هي كلمة سليب اهو. سليب ده مصدر ولا بإس ولا تصريف تاني؟ سليب ده مصدر، يبقى هتروح تستلف من البنك كلمة دو. وخد بالك ان ماي بتتحول في السؤال ليور، بقى do your kids sleep early. تعال على الجملة اللي بعدها. هنحذف كلمة yes. هنروح لتاني ركن في الجملة اللي هو الفعل باي بمعنى يشتري. هل باي هنا مصدر ولا بإس ولا تصريف تاني؟ باي هنا مصدر، يبقى اروح استلف له do واكتب باقي الجملة زي ما هي. هتبقى do منى and هبة buy ice cream.
يبقى ده يا حبايبي السؤال بهل مع الأفعال الفقير. تعال نرجع للصفحة بتاعتنا تاني. تعال بقى يا بطل نشوف إيه هو الفعل الغني ونتعرف عليه. احنا خلاص عرفنا الفعل الفقير، قلنا بيتكون من كلمة واحدة وبيجي ما معهوش فعل مساعد، فعشان كده بضطر اروح استلف له منين؟ من البنك. قلنا البنك فيه دو وداز وديد. امتى بستلف دو؟ لو الفعل مصدر. امتى بستلف داز؟ لو الفعل باس. امتى بستلف ديد؟ لو الفعل تصريف تاني. امال ايه الفعل الغني ده يا مستر؟ الراجل المقرش اللي حياته رايقه ده ومرتاحه ولا فارق معاه غلو بنزين ولا نيله ده، ها؟ الفعل الغني بيتكون من فعلين. يتكون من فعلين يعني يأتي معه الفعل المساعد. عشان كده بنقول عليه غني، لأنه معاه إيه يا شباب؟ معاه الفعل المساعد بتاعه. يبقى الفعل الغني ده بيتكون من إيه؟ من فعلين دول يعني معاه الفعل المساعد بتاعه. طب إيه تاني ينطبق عليه شروط الفعل الغني؟ am is are was were. لو عندك am is are أو was أو were، اعرف إن أنت دول هيتعاملوا معاملة الأفعال الغنية، مع إنه بيتكون من كلمة واحدة، بس ده بقى زي الفريق كده ما يحب الشريك معاه. يبقى يا حبايبي الفعل الغني قلنا أول شرط لازم يكون بيتكون من فعلين ده معناه إنه معاه فعل مساعد، وطالما معاه بقى اتقال عليه فعل إيه؟ غني. طب ما معهوش يتقال عليه فعل فقير. طب إيه تاني يا شباب ينطبق على شروط الفعل الغني؟ الفعل am و is و are و was were اللي هو verb to be. طيب ايه كمان؟ لو الاجابه بتاعتنا بدات بنو جاي معاها فعل منفي، يبقى كل دول بسميهم افعال ايه يا شباب؟ افعال غنيه. يبقى الفعل الغني يا شباب لازم يكون بيتكون من كام فعل؟ من فعلين. او لو عندك am is are او was أو were ده بينطبق عليه شروط الفعل الغني. او لو الاجابه عندي بتبدا بنو مع فعل بعدها منفي. طب يا مستر الفعل الغني ده هنروح للبنك برضه؟ لا. الفعل الغني قلنا يتم عمل مقصات بين أول كلمتين بعد يس ونو. هتحذف كلمة يس وهتحذف كلمة نو، وهتعمل مقصات بين أول كلمتين بعد كلمة يس ونو. يبقى ده مش هستلف من البنك، أنا كل اللي أعمله يا شباب اتفقنا قلنا هنعمل إيه؟ هنعمل مقصات، هنبدل. يبقى الزتونة فين بقى كده؟ قبل ما نروح للفعل الغني ونتنقل لصفحة الحل، الزتونة بتاعتنا فين؟ انت هتسأل نفسك سؤال كل مرة بتعمل سؤال، ايه هو؟ احنا هنعمل حاجة من اتنين يا شباب، احنا هنستلف من البنك ولا هتعمل مقصات؟ وهي دي كل الحكاية بطل. يبقى موضوع السؤال ده اختصر في الكلمتين دول؟ والله تكوين السؤال هو الكلمتين دول. حضرتك هتستلف من البنك، اهو البنك بتاعنا اهو مش مليان ولا حاجة، ده فيه دو داز وديد، ولا هعمل مقصات؟ يعني هحذف كلمة يس ونو وهعمل مقصات ما بين أول كلمتين. طب إمتى هستلف من البنك؟ لو الفعل فقير. طب إمتى أعمل مقصات؟ لو عندك الثلاث شروط دول. إيه هما الثلاث شروط دول؟ لو الفعل بيتكون من كلمتين. يعني إيه فعل بيتكون من كلمتين يا حبايبي؟ زي مثلا كان بلاي مثلا، ده كان فعل وبلاي فعل، ده اسمه كده فعل إيه؟ غني، لأنه معاه الفعل المساعد بتاعه، الفعل المساعد. زي is playing، ده كلمتين لان اس فعل مساعد وبلاينج هنا الفعل الايه؟ الاساسي. يبقى الفعل هنا بيتكون من كام فعل؟ فعلين اتنين. او لو عندك ام از ار او was او were ده ينطبق عليه شروط الفعل الغني. او لو الاجابه عندك بكلمه نو ده برضو ينطبق عليه شروط الفعل الغني. طب الفعل الغني قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل مقصات. ما تيجي بقى نتدرب كده على موضوع الفعل الغني ونشوف يا ابطال. الجمله رقم 7، الجمله بتاعتنا هنا تعالوا بس نغير اللون بتاعنا. الجملة رقم 7 بدأت بكلمة نو. بص يا بطل لما يجيب لك إجابة بنو حضرتك هتعمل مقصات إزاي؟ حضرتك هتحذف كلمة نو وهتقوم حذف كلمة نوت، اوعى النفي، اوعى تحذف دونت كلها، هتحذف نوت بس. أنا قلت لك هتحذف نو والنفي. طب وبعد كده هعمل مقصات ما بين أول كلمتين، هتعمل كده اهو. هبدأ بدو أهي، واي بتتحول في السؤال ليو. كمل بقى الجملة زي ما هي. do you like carrots؟ طبعا زمانك بتقول ايه التفاهة دي وانا ازاي ما كنتش بعرف احل سؤال المحادثة. ماشي يا حبايبي، ده فعل غني. خليني بس انقلك الافعال الغنية عشان نطمن ان انت فهمتها. ادى الفعل بنو اهو، هنحذف نو وهنحذف النوت، اوعى تحذف دازنت كلها، حذفنا النوت يا مستر. وهعمل مقص ما بين اول كلمتين، يبقى مكان مصطفى داز هتبقى داز مصطفى play in the street. تعالى هنا تاني هنحذف نو
وهنحذف النوت. هتبقى اعمل مقصات، هتبقى does he مكان he does هتبقى does he وكمل الجملة have any dreams. طيب تعال نكمل الأفعال الغنية. هنحذف كلمة no وهحذف كلمة not. هتعمل مقص. خد بالك إن I بيتحول في السؤال ليو، بقى did you وكمل السؤال للآخر يا بطل. ده فيه مشكلة؟ سهلة. تعال بقى نروح لشوية أفعال غنية تانية. No I can't play tennis. هنحذف كلمة no وحضرتك هتحذف النفي بس وهتقوم عامل مقصات. بقت كان وقلنا ان I بيتحول في السؤال لإيه؟ I بتتحول في السؤال ليو، بقت كان you play tennis. تعالى هنا يا بطل، عندي كلمة yes هنحذفها. احنا قلنا عندي am is are was were اعمل مقصات وانت مغمض اهو. هتعمل مقصات هتبقى are you لان I و we بيتحولوا في السؤال ليو وكمل باقي السؤال للآخر. الجملة اللي بعدها هحذف no وهحذف النوت وهو عامل مقصات، بقت was جمال بورن إنجيزة. واحدة كمان هحذف كلمة yes. have ده فعل و eaten ده فعل، يبقى ده فعل غني، يبقى كل اللي اعمله هعمل مقصات. وهتعمل مقص ما بين have و eaten، هتعمل مقصات ما بين اول كلمتين اللي هي I و have. يبقى السؤال هنا هيبدأ ب have وقلنا I بتتحول في السؤال لإيه؟ ليو، بقت have you eaten وهنكمل باقي السؤال. ماشي يا حبايبي؟ طيب ما تيجي للجملة بتاعت no. هنحذف no وهنحذف النوت، يبقى عامل مقصات برضه هتبقى is وماي داد دي هتتحول في السؤال ليور داد وكمل الجملة. طب ما تيجي نعمل هنا هنحذف كلمة no وهنحذف النوت، هتبقى لي هنا كده كلمة will. ما هي want دي يا شباب كلمة want اختصار لكلمة will not، يبقى أنا حذفت not هتبقى لي كلمة will، بقت will you travel to France. تعال نعمل هنا هنحذف كلمة yes. عندي هنا يا شباب will و give ده فعل غني. فعل غني ليه يا مستر؟ بيتكون من فعلين، فحضرتك كل اللي هتعمله هتعمل مقصات هتبقى will وقلنا I بيتحول في السؤال ليو give وكمل الجملة للآخر. تعال على الجملة دي هنحذف كلمة yes. أنا عندي could و swim ده فعل غني مش فعل فقير، هعمل مقصات هتبقى could وماي بتتحول في السؤال ليور وأكمل داد وكمل الجملة الآخر swim. وهكذا يا شباب. يبقى أنت بقيت كده فاهم إيه الفرق ما بين الفعل الفقير والفعل الإيه يا شباب؟ والفعل الغني. الفعل الفقير قلنا يا حبايبي بيتكون من كلمة واحدة وبيأتي بدون فعل مساعد، فبضطر يا شباب إن أنا أروح أستلف له منين؟ من البنك اللي هو do وdoes ودid. طيب الفعل الغني قلنا يتكون من فعلين. يتقال غني ليه؟ لأنه معاه الفعل المساعد بتاعه او الفعل الناقص ده معاه، عشان كده اتقال عليه فعل ايه؟ غني. او لو عندك am is are was were برضه هتعمل مقصات. او لو الاجابه عندك بكلمه نو هتحذف نو والنفي وتقوم عامل ايه؟ مقصات ما بين اول كلمتين. يبقى احنا كده يا شباب الزتونه عندنا فين؟ الزتونه فين؟ قلنا الزتونه اما احنا هنعمل حاجه من اتنين. هتسال نفسك كل مره وانت بتكون سؤال، يا مستر انا هستلف من البنك ولا هعمل مقصات؟ انا هستلف من البنك ولا هعمل مقصات؟ اتمنى يكون الفيديو ده ساعدنا في موضوع تكوين السؤال. ان شاء الله الاسئله دي كلها انا هحلها لكم وانت برضو تحاول تحل معايا بعينك كده وانا بحل. والفيديو اللي جاي هنشرح فيه ازاي بنكون سؤال بكلمه استفهام. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا كده عرفنا خلاص احنا مفتاح الحل عندي فين؟ في الفعل. قسمنا الفعل لنوعين، قلنا يا فقير يا غني. ان شاء الله الفيديو اللي جاي نشرح فيه السؤال بكلمه استفهام وازاي بنكون سؤال بوات وير وين، وبرضه هنقول الفيديو في السريع علشان ما نطولش عليكم.